السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كوسه ولا بصوا يا ولاد، هنعمل كوسه اهي. بصوا، هنعمل اول حاجه ايه، حطيت ميه كده على النار عشان اسلق فيها الفراخ. وهحط طبعا ايه فيها بصلايه اهي، غسلتها وحطها وطماطمايه كمان. ممكن تحطي جزر لو عندك، حط جزر. ما عندكيش ما تحطيش حاجه، حطي بس البصلايه ديت بس والطماطمايه. البصلايه بتشيل اي حاجه زفاره، مع ان احنا بنبقى غسلينها غسله حلوه يعني، وبيبقى معانا في خل وليمون. فبس برضه ايه، البصلايه بتشيل برضه يعني، لو فيها اي حاجه بتشيل. اهم حاجه البصلايه دي اللي انت بتحطيها. دولت ورق لورا 3 اهم عشان نشيلهم. اول ما تبتدي الميه تغلي هننزل فيها الفراخ. حلة تانية بقى يا حبايبي على النار اهي، كان شطفتها طبعا عشان المية تعمل منها. هاخد ايه، حتة زبدة او سمنة او اي حاجة، زبدة صفرا اهي. ومعايا بصلاية اهيت علشان الكوسة طبعا ايه، في ناس مش عارفة بتحط لها ايه. الكوسة ما بيتحطلهاش توم يا ولاد اهي. دي بصلاية اهي، بيتحط لها بصل بس، عشان في طبيخ بيتحط له توم زي الفاصوليا الخضراء والسبانخ، لكن الكوسة ما بيتحطلهاش توم. معايا البصلايه كده هنصفرها على النار. هصفر البصلايه بقى وارجع لكم تاني. خلاص يا بنات، البصله اتحمرت شويه اهي، اصفرت. هنحط لها بس ايه، ربع معلقه ملح كده، وفلفل وربع معلقه فلفل اسود. بس كده. نجيب بقى الطماطم. بصوا يا حبايبي، الطماطم اهيت، هننزل بقى على البصله كده اهو. صلوا على النبي بقى يا ولاد، صلى على النبي بايه في الحلقات. والله العظيم اللي بتصلي على النبي دي ربنا بيفرجها عليها. مش هقول لكم، انا حصل في حاجه كده حصلت لي زمان، والله العظيم انا ما كنتش مصدقاها. تعالى اما احكيها لكم بقى واحنا بنعمل البتاع دي. انا لما والدي توفى يعني، والله العظيم انا كان المعاش بتاعه كان قليل جدا. كنت ماشيه بقى في الشارع، والله ما كان معايا فلوس خالص والله. وكان ايام بقى ايه، ال10 جنيه دي حاجه كبيره يعني، من زمان يعني الحكايه دي حصلت. كنت ماشيه بقى ايه، قعدت ايه، سمعت بقى ان اللي يمشي ويقول اللهم صل على سيدنا محمد. والله العظيم بقيت ماشيه عماله اقول اللهم صل على سيدنا محمد. والله العظيم لقيت ال10 جنيه في وشي كده، وكانت ال10 جنيه دي حاجه تانية يعني. رحت واخداها صراحه وبصت وش وجرح. قلت فعلا والله، والله لغايه دلوقتي بمشي في الشارع اقول اللهم صل على سيدنا محمد وانا ماشيه. آه يعني ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللي بيصلي على سيدنا محمد ربنا بيوسعها عليه وبيفرجها جامد. صلوا على النبي يا ولاد. اهو بصوا بقى، هنا بقى الميه ايه غليت كده خلاص. حطيناها ولغايه دلوقتي ربنا الحمد لله يعني ايه، مش حاولنا لحد، ربنا ما يحبطكم ولا يحولنا. الفراخ اهي، بص غسلتها اهي زي الفل اهي طبعا، شايفين قشطه. انا بغسلها بقى ايه 20 مره يعني. وبعدين بنقعها في ليمون وخل بعد الدقيق بقى والملح والزفلطه اللي جوه دي بتشيليها طبعا. هنسلق بقى الفراخ. هنحط بقى ايه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا بقى ايه، ده الصدر ده، الصدر ده هنسلق صدرين، صدر وورك يعني، وركين وصدر. شايفين بقى النظافه بقى والجمال.
خلي بالكوا الحته اللي في الورك دي ما بتبقاش كبده، الحته اللي عند الورك دي اللي جوه الورك لازم تشيليها، اللي هي زي هنا دي. بصوا الحته اللي هنا دي تشيليها خالص، دي اللي بتبقى زفاره الفرخه اصلا. بصوا يا حبايبي يا حلوين، صلوا على النبي بقى، ايه ربنا يفرجها عليكم كده ان شاء الله في التعليقات، وحطوا لايك حلو كده زيكم يا بنات يا امارات. بصوا ايه شايفين، لا مش هنحط مش هنعمل صدر، هنعمل وركين، وانا عايزه اعمل وركين وصدر. ورك ما شاء الله جديده ازاي، 250 جنيه والله والله العظيم الفرخه ب 250. يلا الف هنا بقى العيال. هغطي عليهم بقى دي بقى نسيبها بقى تتسبك، وهقطع الكوسه بقى لما هي تتسبك. لا بقى يا حبايبي الكوسه في ناس برضو ما بتعرفش تقشرها، عشان نعمل طريقتها. بصوا بقى الكوسه الرفيعه دي والله العظيم، بصوا ولا هي بتتهري، وبيبقى طعمها جميل ومعسله خالص. ما تجيبيش بقى التخينه قوي ديت بتاعت الفراخ دي وتعملها طبيخ. دي بقى اللي بتبقى ايه، عسل عسل عسل، دي جميله. شايفين الكوسه 18 جنيه. بصوا انا بقول لكم الاسعار كمان عشان تبقوا عارفين. هتعمليها كده يا ماما، انا اعرف كده في ناس برضو مش هتعرف تقشرها، ايه تعملها كده ويروحوا يقشروها ياخدوا نص الكوسايه. لا مش هتمسكيها كده جوه ايدك كده واعمليها كده وقعت جوه اهي. مش عاجبك الكلام عشان يبقى 18 جنيه كوسه يا ولاد، حرام كده والله. نروح قاطعين الحته اللي فوق دي طبعا، والحته اللي من الناحيه التانيه برضو، يعني مش تروحي تقشريها، لا اعمليها كده بالسكينه هتتقشر. طبعا الزباله تحت البتاع، تروحي مقطعاها كده ايه كلهم قد بعض كده اهو، كلهم بقى نعملهم بالطريقه دي يا حبايب قلبي كده على طول كده، مش هتاخد وقت خالص. يعني مش تيجي كده وتروحي مقشراها كده، يعني تروحي واخده نص الكوسيه، لا اعمليها كده. بس وقطعيها بقى زي ما انا مقطعاها كده. بصوا بقى التسبيكه هي تستوي، وانا طبعا قطعت الكوسه وحطيتها في الميه اهي. لما تلاقوا التسبيكه عامله الفقاعات اللي طالعه ديت، اللي هي الفقاعات اللي على الوش دي، تعرفوا ان هي ايه خلاص التسبيكه استوت. هنزودها بقى بالشوربه، وهنحط بقى ايه، ونروح منزلين الكوسه عليها. الشوربه اهي، طبعا الحله الكبيره دي فيها رز، عشان هتقولي الحله دي ما كانتش موجوده. انا عملت رز بقى طبعا وانا واقفه. طريقه الرز طبعا دي ما حدش، اكيد الناس كلها عارفه الرز بيتعمل ازاي يعني. خلاص كده هننزل بقى نحط بقى الكوسه، وبقى احلى كوسه جميله جميله ومغذيه للقلب يا ولاد. كوسه جميله، طبعا بحب الكوسه جدا جدا، لغايه ما تدخل كده في السوا واطفي عليها. هنسيبها بقى تستوي، وطبعا هنزود لها كمان حبة شوربة اللي هي حطيتها في التغذية. هنسيبها بقى تستوي، اول ما تستوي اطفي عليها، ولو كانت عايزة شوية شوربة كمان حطيها. بس كده، هي دي بقى طريقة الكوسة يا بنات يا امارات يا حلوين يا مسكرين. هنغطي على الفراخ كده على ما تستوي الفراخ، عشان الشوربه دي انا هعمل بقى ملوخيه. يبقى انا عملت رز وكوسه وملوخيه وبس في السريع كده، شايفين بقى انجاز.
احنا بقى نحط شويه ملح للفراخ عشان الفرخه دي شكلها كبيره ومش عارفه مش قادره تستوي ليه. احط لها الملح كده، اول ما تستوي هطلع الوراك واسيب الصدر دوت يقعد يستوي بقى براحته، لان الصدر بياخد وقت عن الورك. الورك بيستوي بسرعه. خلاص يا حبايبي الكوسه استوت اهيت، بقت جميله جميله والله. بصي الصلصه بتاعتها حلوه ازاي. عملت طبعا ملوخيه جنبها، وعملنا رز بشعريه، وعملنا الفراخ، ودي الملوخيه الجميله برضو. بس ايه طبعا انا الملوخيه عامله كذا فيديو عليها، فانا ما عملتهاش ما نزلتها لكمش. شايفين خضره وجميله ازاي. وادي الكوسه، انا عشان الكوسه ما عملتهاش قبل كده. طبعا عملنا ايه رز بشعريه ايه جنبها. طبعا الملوخيه مش هنغطيها عشان لسه سخنه، عشان ما تسقطش تحت. ده كان منظر الكوسه بقى بعد ما استوت. ودلوقتي الفيديو خلص، واقول لكم تعالوا اتفضلوا يا حبايبي، واشوف وشكم على خير، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.